بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أشرح لكم برنامج استعادة الملفات المحذوفة، وهل يمكن استعادة ملفات الآيفون بعد الحذف أو بعد الفورمات أو بعد السوفت وير، أو في نفس الوقت الجلاكسي بعد الحذف أو السوفت وير أو الفورمات. طيب خليكم معي وشوفوا المصيبة. نبدأ بالآيفون. راح أشبك الآيفون على الكمبيوتر. أنا أستخدم الكاميرا، كاميرا الجوال نفسها. طيب الحين شبكت الآيفون على الكمبيوتر. راح يتعرف معي الآيفون على الكمبيوتر. ثواني، هذا الآيفون حاليا تعرف معي على الكمبيوتر. ولو تلاحظون اسم الآيفون اللي هو ميتو آيفون. طيب خلونا نفتح جهاز الكمبيوتر. طيب عندنا محرك الأقراص الثابتة، وعندنا وحدة الأجهزة ذات تخزين قابلة للنقل، وعندنا طال عمرك أجهزة أخرى والأجهزة المحمولة. الآيفون تعرف على أنه جهاز محمول. يا سلام، يعني الآيفون تعرف على أنه جهاز محمول. طيب هذا برنامج استعادة الملفات المحذوفة يا شباب. لو عندي جهاز ومسحت ملفاته بالغلط، فرمته، خرب علي فجأة، ضرب الجهاز، سويت له سوفت وير، طيب راح أسوي ريفريش. نهائيا ما تعرف الآيفون، بمعنى أن الكمبيوتر ما قرأ على أنه قرص قابل للإزالة. طيب خلونا الحين نرجع للسيد جلاكسي وما أدراك ما الجلاكسي. طيب شبكت الجلاكسي الحين. أعطاني متصل USB. أسحب للأسفل، أعطاني، لو تلاحظ كلمة متصل، أوكي، ضغطنا عليها. لو تلاحظ هنا وش يقول لك؟ الهاتف متصل بالكمبيوتر عبر USB. انقر فوق الزر أدنى لنسخ الملفات بين الكمبيوتر ووحدة تخزين USB الخاصة بجهاز أندرويد. هذه هي الكلمة هنا موجودة، ضغطنا عليها. طيب خليكم معي. يا سلام، وهذه ملفات النظام الخاصة بالذاكرة الداخلية الخاصة بالجلاكسي. طلعت معنا بهالشكل وتعرفت على أنه قرص قابل للإزالة. كيف أثبت أنه قرص قابل للإزالة؟ راح أروح جهاز الكمبيوتر، راح أروح هنا الأقراص، لاحظ حرف الإف قرص قابل للإزالة، وحرف الجي قرص قابل للإزالة، وكلها خاصة بالجلاكسي. وهذه هي الذاكرة الكبيرة، وهذه الذاكرة الداخلية الصغيرة. طيب خلونا نروح للذاكرة الكبيرة اللي هي 16 جيجا. حلو، هذه هي. طيب والآيفون باقي مشبوك إلى الآن ومتعرف على أنه جهاز آخر. طيب خلونا الحين نروح لبرنامج الاستعادة، نرجع له وراح نسوي ريفرش. طيب وطالع معنا حرف الإف، القرص قابل للإزالة F، والقرص قابل للإزالة الجي الخاصة بالجلاكسي. خلونا نختار الإف وراح نسوي سيرش على الملفات المحذوفة. راح يبدأ عملية تحميل الملفات تحت. لاحظ عملية تحميل الملفات تحت، والحين يبدأ يحسب لنا بالنسبة. اوكي، لاحظ 1%. طيب أنا حاب أقول لكم شيء واحد وأوضح لكم شيء واحد. والله العظيم إن الجهاز اللي قدامكم حاليا جهاز عميل، ومسحت ملفاته وطلب مني إني أعيد له إياها. طبعا أنا أعدت له إياها بشروط، لأن كل الملفات اللي في الجهاز صور أطفال، ولو كانت غير كذا والله ما أعدتها نهائيا. واللي حاب يتواصل معي يقدر عن طريق تويتر بمعرف لحن الأماني الهزازي 20، أو عن طريق منتديات لحن الأماني كنتم، مع شرح استعادة ملفات الجلاكسي والتحذير من هالشيء. وأتمنى يا بنات تنتبهوا إن هالجهاز حتى لو عملتوا فورمات، لو عملتوا سوفت وير، لا يكذبوا عليكم، والله الملفات ترجع. انتظروني في شرح آخر إن شاء الله قريبا.